من اكبر المشاكل اللي بتقابل ملاك السيارات اما بيقعوا لا قدر الله في حدوث حوادث، على طول بيبقوا متخوفين من المشكله اللي هتنتج عن بعد الحادثه. بمعنى واحد زي دوت كده عنده فرده الشاسيه فيها لوحه، صح؟ ده هتتصلح ازاي؟ وهيقابله مشاكل بعد كده في العفشه، في العربيه، في المرور، في الفحص. بص يا استاذ احمد، العربيه هنا اتعرضت لحادث، جت الصدمه كلها في الكارتيره بتاعه العربيه، فقوه الخبطه خدت الكارتيره بفرده الشاسيه، الجزء بتاع البطاحه بالركبه كامله. الحادث هنا حادث طبعا صعب، لان فرده الشاسيه نفسها تاثرت بالجزء بتاع البطاحه. تمام. ان شاء الله رب العالمين ربنا يكرمنا، احنا بعون الله هنستعدل الجزء ده كله بفرده الشاسيه بالبطاحه على البارد من غير اي تسخين، بدون اي قطع ولحام. وبفضل الله كمان مره المفاجاه هنا ان الجزء ده مش هيحتاج اي تدخل دهان من الداخل، وبالتالي هتبقى السياره على وضعها بتاع الفابريكا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب لو ما اتعملتش بشكل مظبوط، وده المهم بالنسبه لي في طبيعه، انا ما بتكلمش عليك انت، تمام، انا بتكلم بره. لو ما اتعملتش بشكل مظبوط، اللي انا اعرفه اللي هي بتاثر على العفشه بتاعه العربيه وعلى الكبارن، وبتبوظ وتتلف في العفشه، تمام. ده غير اللي هي بتبقى خطر على العربيه ذات نفسها لو فيها لحامات او قطعيات في حاله حدوث حوادث. كلمني بس على المخاطر اللي بتقابل الناس بره لو هو الفرد الشاسيه ما اتعالجتش بالشكل المظبوط وما طلعتش بالشكل الصحيح. طيب خلينا يا استاذ احمد نتفق ان الجزء بتاع فرد الشاسيه بتاع العربيه ده تمام. لو ما تمش استعداله على اكمل وجه، فبالتالي هتلاقي ان الموتور نفسه وهو قاعد في العربيه مش قاعد مظبوط، فهيبقى فيه القاعده بتاعه الموتور والقاعده بتاعه الفتيس تملي هيبقى فيها تزنيد. هنيجي للجزء بتاع العفشه، مهما كان العربيه هتروح لفن الزوايا، تمام، هتلاقي العربيه ما بيحصلش فيها ضبط زوايا، مش هتظبط زوايا، فبالتالي هتلاقي فيه تآكل في الكاوتش على طول، هتلاقي فيه مشاكل في الجزء بتاع المساعدين. في بقى نقطه ثانيه ممكن توصل تلاقي في ناس بتشتكي تملي ان الكبالن بتخرج من مكانها، بتملص، تمام. ده بيحصل بسبب هندسه ان المقاسات بتكون مش مظبوطه، تمام. فان شاء الله ربنا قدرنا كل حاجه بتتم على اكمل وجه بمقاسات المصنع بتاع العربيه، والامور بتكون ان شاء الله طيبه، يعني بنتمنى السلامه لكل الناس. طيب الفرد الشاسيه ديت اما تتعمل لا قدر يعني اما تتعمل ان شاء الله، هل مهندس الفحص هيكتشفها او هيحصل مشكله للراجل في المرور؟ مهندس الفحص مش هيكتشفها، مش عشان بس هي حرفانه او حاجه واحنا بنتحايل على مهندس الفحص، لا، لان العربيه دي احنا هنتعامل مع الحديد بتاعها، والناس هتفهمني مش عايز حد يتريق، بحنيه. احنا بنتعامل مع الجزء زي الشغل، يعني حاجه زي كده، يعني بالظبط زي العربيه هنا السحب هنا العربيه ديت قالوا اللي هي مش هتصلح. لا يا فندم، العربيه هنا مشدوده وهتفضل كده شويه. لا يا فندم، العربيه دي بتتشد. اصلا التكنيك ان انت ازاي تسحب العربيه، مش اللي هو اشد مره واحده، ليها تكنيك وليها طريقه. كل ما تاخد وقتها وحرفنتها وصنعتها كل ما تطلع مظبوطه، وبعدين ما تاثرش على العربيه في المستقبل لا قدر الله، زي العربيات اللي احنا بنشوفها دي حقيقة بيحصل لها حوادث كبيره قوي. ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل واحد الموهبه، وفي برضه ناس احسن مننا مليون مره. صحيح. كتر خيرك يا هندسه، ومنكم نستفيد. شكرا جزيلا. شكرا ليك يا هندسه، شكرا.